قصتنا بتبدأ سنة 1950 جوه مصنع عربيات، والعمال شغالين بيقفلوا في العربيات. كان في عربية حمراء مميزة جدا، ميكانيكي كان شغال فيها بيفحص الموتور بتاعها، وفجأة الكبوت نزل لوحده وطحن ايد الميكانيكي. طبعا خدوه على المستشفى فورا، والكل كان في حالة ذهول. ميكانيكي تاني جه يكمل الشغل، قعد جوه العربية وبدأ يدخن سيجار، ورمى رماد السيجار على الكرسي بلا مبالاة وكمل شغله وهو بيتمزج. ما كانش يعرف ان الغلطة البسيطة دي تمنها حياته. بعد ساعات الشغل ما خلص والكل روح، المشرف لاحظ ان نور العربيه الحمراء لسه شغال. راح يقرب منها ويفتح الباب، لقي جثه الميكانيكي بتاع السيجار وقعت من العربيه. وبعدها الزمن بيجري بينا 28 سنه، ونوصل لسنه 1978. بنشوف طالب اسمه دينيس رايح لبيت صاحبه اريني ده كان ولد غلبان دحيح وفي حاله خالص، رغم انهم شخصيات مختلفه بس كانوا اعز اصحاب. اول يوم مدرسه ليهم ظهرت طالبه جديده اسمها لي، جمالها خطف الانظار والكل كان هيموت عليها. ودينيس اول ما شافها وقع في حبها. وهم راجعين من المدرسه اريني لمح عربيه حمراء قديمه ومركونه قدام بيت مهجور. اريني صرخ في دينيس وقال له وقف العربيه فورا. لما نزلوا يشوفوها لقوها حته خرده مصديه وحالتها تعبانه على الاخر. بس اريني اول ما شافها عينه لمعت وكانه شاف كنز. العربيه دي هي نفس العربيه الحمراء اللي كانت في المصنع من 28 سنه. صاحب العربيه جورج طلع ليهم وقال لهم ان العربيه دي اسمها كريستين، وكانت بتاعه اخوه اللي مات من كام اسبوع. جورج كان عايز يخلص منها باي شكل وعرضها للبيع ب $250 بس. دينيس قعد يقنع صاحبه اريني ان العربيه دي خرده ومفيش فيها امل، ومهما تصرف عليها مش هترجع زي الاول. بس اريني كان خلاص اتعلق بيها وقال انا هخليها احسن عربيه في العالم. اريني رجع البيت بالعربيه، واول ما امه شافتها قامت خناقه. امه كانت ست صعبه جدا وبدات تزعق وتشكك في عقله، وقالت له بلهجه حازمه المقبره اللي انت جايبها دي مش هتدخل بيتي، ارجع رجعها لصاحبها فورا. بس اريني لاول مره في حياته يقف قدام امه وبكل قوه قال لها دي بفلوسي وانا اللي هقرر اعمل ايه. الخناقه كبرت وامه حلفت ان العربيه دي مش هتبات قدام البيت. فاريني خد صاحبه دينيس وراحوا الجراج قديم عشان يأجر مكان يركن فيه المصيبه دي. وهناك قابلوا صاحب الجراج ويل، وده كان راجل خلقه في مناخيره وشخصيته صعبه جدا. ويل في الاول رفض تماما يدخله الجراج وقعد يتريق على شكل العربيه، بس اريني فضل يتحايل عليه بادب وغلب لحد ما ويل وافق بطلوع الروح انه يسيبه يركنها ويصلح فيها جوه الجراج. وفي طريق العوده دينيس سأل صاحبه يا اريني ايه اللي عاجبك في القرف ده؟ اريني رد عليه بجمله غامضه وقال انا ما اخترتش كريستين هي اللي اختارتني. تاني يوم في المدرسه دينيس كان مستني اريني في الغدا، بس اريني اتاخر، ولما خرج يدور عليه لقي بادي المتنمر وشلته محاصرين اريني الغلبان. بادي كان بيطلع غله في اريني وطلع مطوه وبدا يهدده، وخد منه شنطه غداه ورماها في الارض بكل قله ذوق. دينيس حاول يتدخل ويهدي الدنيا، بس بادي زق اريني ووقعه على الارض، ونضاره اريني وقعت. راح بادي داس عليها بجزمته وكسرها 100 حته وقعد يضحك بشر. دينيس ما استحملش وهجم على بادي وضربوا بعض، والشله كلها اتلمت لحد ما المدرسين وصلوا وفضوا الخناقه. المدرس لقي المطوه في جيب بادي، والنتيجه كانت ان بادي وشلته اتفصلوا من المدرسه. ومن هنا اريني بدا يقضي كل وقته في الجراج بيصلح كريستين. صاحب الجراج لما شاف شطاره اريني في الميكانيكا قرر يشغله معاه وقال له اشتغل معايا وخد قطعه الغيار اللي تعجبك ببلاش. ومن هنا اريني بدا يغرق في حب كريستين وما بقاش يشوف قدامه غيرها. اريني قعد طول الليل في المخزن جنب كريستين العربيه المصديه، وعمال يفكر ازاي هرجعها لجمالها الاول. العيال صحاب دينيس قعدوا يتكلموا على البنت الجديده ليه اللي سحرت الكل بجمالها، وقعدوا يتحدوا دينيس وقالوا له لو راجل ادخل المكتبه وكلمها دلوقتي. دينيس قبل التحدي ودخل فعلا، بس اول ما بدا يفتح كلام ليه صدمته وقالت له بكل برود انا مرتبطه وعندي حبيب. دينيس وشه جاب الوان واتحرج قدام صحابه وساب المكان ومشي. دينيس ما كانش شاف اريني بقاله كذا يوم فقرر يروح يزوره، بس اول ما شافه اتصدم. اريني ما كانش هو اريني اللي نعرفه. الولد الدحيح اللي بيلبس نظاره كعب كوبايه اختفى، وظهر مكانه شاب برنس لابس لبس شيك وشعره متسرح وقلع النضاره وبقى شكله هيرو. اريني ما كانش فاضي يتكلم مع دينيس اصلا، وخد بعضه وجري على الجراج. اريني كانت هتموت من القلق وقالت لدينيس الواد ده اتغير خالص بسبب العربيه دي، وانا عرفت معلومه مرعبه صاحب العربيه اللي فات مات مخنوق جوه العربيه دي بالظبط. دينيس اول ما سمع الكلام ده قلبه انقبض وقرر يروح يقابل جورج اخو الملك القديم عشان يفهم الحكايه. جورج حكى له قصه تقلب الكيان، قال له ان اخوه رولاند بقى مهووس بيها زيه زي اريني كده، لدرجه ان مراته وبنته ماتوا جوه العربيه دي في ظروف غامضه. وبعد ما اخوه نفسه مات العربيه ما كانتش عند جورج، وفجاه لقاها مركونه قدام بيته لوحدها ومن غير ما حد ينقلها. دينيس خاف بجد وقرر يروح الجراج بالليل عشان يتاكد بنفسه. دخل الجراج في السر وقرب من كريستين وحاول يفتح الباب، وبمجرد ما لمس الاوكر الراديو بتاع العربيه اشتغل لوحده وبصوت عالي جدا. دينيس
اترعب وطلع يجري قبل ما حد يشوفه. وتاني يوم دينيس كان بيلعب ماتش كورة مهم في الاستاد وكان مركز يسجل جول، وفجأة لقي كريستين داخلة الاستاد وهي بتلمع كأنها لسه خارجة من المصنع، وكل الناس وقفت تبص عليها بذهول. بادي والشلة المتنمرة كانوا واقفين وشياط الغيرة طالع منهم من كتر الغيظ. الصدمة الكبيرة لدينيس كانت لما لقي ليه البنت اللي عجبته خارجة من عربية أريني، ومش بس كده ده راحت عملت له تنفس صناعي قدام الكل. دينيس الدنيا لفت بيه والغيرة والوجع خلوه يفقد تركيزه في الماتش تماما. دينيس من كتر ما هو مش طايق نفسه وشايف أريني وليه مع بعض تركيزه ضاع خالص في الماتش. وفي وسط اللعب لاعب من الفريق التاني استغل الفرصة ودب فيه خبطة قوية وقعته على الأرض. الخبطة كانت صعبة جدا لدرجة إن دينيس فقد الوعي واتنقل للمستشفى فورا وهو بينزف وجسمه متكسر. بعد كذا يوم دينيس فتح عينه ولقي نفسه في أوضة في المستشفى، رقبته متجبسة ورجله متعلقة في الجبس. أريني جه يزوره بس دينيس حس إن اللي قدامه ده واحد غريب مش صاحبه اللي يعرفه. أريني كان بيتكلم ببرود وثقة غريبة وقال له كلمتين ومشي بسرعة وسابه. أريني بقى في عالم تاني خالص، عالم ما فيهوش غيره هو وعربيته. أريني خد ليه وخرجوا بالليل يروحوا السينما، وبعد الفيلم قعدوا في العربية وبدأوا يقربوا من بعض. بس ليه فجأة حست إن في حاجة غلط، العربية كأنها بتراقبهم. فليه نزلت من العربية بسرعة وقالت لأريني أنت بتحب العربية دي أكتر مني بكتير. أريني استغرب من كلامها ورجعوا قعدوا في العربية. بس فجأة الدنيا بدأت تمطر، فأريني نزل عشان يصلح المساحات اللي علقت. فجأة ليه فضلت قاعدة جوه العربية لوحدها، وفجأة الراديو اشتغل لوحده وبدأ يطلع أنوار مرعبة من التابلو. النور كان قوي جدا وليه حست إنها بتتخنق. الهواء خلص من العربية والأبواب اتقفلت عليها بالضبة والمفتاح. أريني جري يحاول يفتح الباب بس مفيش فايدة. كريستين كانت قررت تموتها، ليه كانت خلاص بتفرفر وبتموت. بس في آخر لحظة قدرت تفتح الباب من جوه، وراجل كان معدي جنبهم ساعد أريني وشدها بره العربية. أريني من غباوته افتكر إن الراجل ده بيعاكس ليه وزعق فيه، ما كانش فاهم إن الراجل ده كان بيطلع حتة أكل كانت محشورة في زورها من الخضة. بعد الموقف ده أريني روح ليه لبيتها، بس هي كانت منهارة ودخلت بيتها وقفلت الباب وقالت له مش عايزة أشوف وشك تاني. ليه بقت متأكدة إن العربية دي حية وبتحاول تموتها لأنها بتغير من أي حد يقرب من أريني. أريني افتكر إنها بتخرف ومشي وهو زعلان. أريني ركب عربيته عشان يمشي بس كريستين مرضتش تدور كأنها زعلانة منه عشان كان بيصالح ليه. أريني فهم اللعبة وقعد يطبطب على العربية ويقول لها أنت الأساس يا كريستين، أنا ما بحبش حد غيرك. وأول ما قال الكلمتين دول العربية دارت في ثواني. راح أريني راكنها في الجراج وروح بيته، بس ما كانش يعرف إن بادي والشلة الصايعة بتوع المدرسة كانوا مراقبينه. أول ما أريني مشي دخلوا الجراج ومعاهم شواكيش وعيدان حديد ونزلوا تخريب في كريستين لحد ما خلوها حتة خردة تاني وكسروا فيها كل حاجة وهم بيضحكوا بشر. أريني الصبح راح لليه وحاول يصالحها بكل الطرق، وفعلا قدر يخليها تروح معاه لحد الجراج عشان يطلع المحفظة بتاعته اللي نسيها في العربية. بس الصدمة اللي كانت مستنياهم كانت فوق الوصف. أول ما فتحوا باب الجراج ودخلوا جوه أريني شاف كريستين متهانة متكسرة وعبارة عن كومة صاج ملوش ملامح. أريني انهار تماما، وبدل ما يفكر مين اللي عمل كده عقله الممسوس خلاه يفتكر ان ليه هي اللي ورا الموضوع ده. ليه وقفت مذهولة وقعدت تحلف انها ملهاش دعوة، بس أريني فقد أعصابه وزعق فيها وطردها بره الجراج وقال لها مش عايز اشوف وشي تاني. أريني روح بيته وهو مش شايف قدامه، ولما اهله شافوا حالته ابوه حاول يهديه وقال له يا ابني فداك هنجيب لك احسن منها. الكلمة دي ولعت نار في قلب أريني زيادة، وحس ان اهله كمان بيكرهوا كريستين وفرحانين في اللي حصل لها، وبدأ يغلط فيهم ويرد عليهم بقلة أدب. ولما ابوه حاول يربيه أريني مسك ابوه من رقبته وكان هيموته في ايده لولا انه سابه في اخر لحظة وخرج من البيت وهو بيصرخ. رجع أريني للجراج لوحده بالليل وقعد قدام كريستين وهو حزين وبائس، وفجأة حصلت الحاجة اللي تخلي الدم يتجمد في العروق. أريني لاحظ ان الصاج بتاع العربية بدأ يتحرك لوحده، بدأ يلمس القطعة المكسورة ويقول لها وريني تقدري تعملي ايه تاني يا كريستين. وبدأ السحر، الفوانيس المكسورة بدأت تلم أجزائها وترجع سليمة، الكبوت المطبق بدأ يتفرد، والبوية اللي كانت متقشرة بدأت تلمع تاني. كريستين كانت بتصلح نفسها بنفسها قدام عينه من غير ما يلمس مفك واحد، وفي دقايق العربية رجعت زيرو وكأن مفيش مسمار فيها اتلمس. وفي مشهد تاني بنشوف موتشي واحد من الشلة الصايعة اللي كسرت العربية، كان واقف في نص الشارع بيثبت سواق نقل عشان يسرقه، وفجأة سمع صوت موتور جبار جاي من بعيد. بص لقي نور عالي جدا بيقرب منه، ولما العربية قربت لقي انها كريستين. موتشي اتسمر مكانه من الرعب، هو لسه مكسرها بايده امبارح، ازاي رجعت جديدة كده؟ العربية بدأت تطارده في الشوارع وهو بيجري زي المجنون لحد ما دخل في حتة ضيقة وافتكر ان العربية مش هتعرف تدخله هناك. بس كريستين ما كانتش ناوية تسيبه، فضلت وراه لحد ما زنقته في ركن ملوش مخرج. موتشي طلع مطوته وقعد يهدد الهوا، بس كريستين داست
ازازة بنزين بكل قوتها وهجمت عليه وهرسته تحت عجلها وخلته حيطة واحدة مع الصاج. كريستين بدأت رحلة الانتقام والدم بدأ يسيل. تاني يوم الصبح أريني راح يزور صاحبه دينيس في المستشفى وبدأ يحكي له إنه موتشي مات في حادثة غريبة. دينيس ما كانش فاهم حاجة واستغرب قوي وسأل أريني هي مش كريستين كانت اتدمرت خالص؟ ازاي رجعت سليمة كده وبالسرعة دي؟ أريني مسك نفسه وما ردش عليه ولف وشه ومشي وكأن في سر كبير هو بس اللي عارفه. وهو خارج من المستشفى قابل المحقق جينكنز. المحقق ده ما كانش سهل وكان بدأ يربط الخيوط ببعضها وقال له أنا بدور ورا اللي كسروا عربيتك وفي نفس الوقت بحقق في قضية موت موتشي. المحقق قال له بوضوح أنا شاكك فيك يا أريني. ورد عليه أريني بمنتهى الثقة أنا معرفش حاجة عن موته بس الصراحة أنا فرحان إنه غار في داهية. المحقق قال له بس حبيبتك ليه قالت إن العربية صلحت نفسها بنفسها وده كلام ما يدخلش العقل. أريني أول ما سمع سيرة ليه وشه اتغير تماما وقال للمحقق كل ده كذب وسابه ومشي وهو بيغلي من جواه. راح بسرعة اتصل بليه عشان يقابلها بس هي رفضت وقالت له إنها خايفة منه ومن عربيته وده خلاه يفقد أعصابه أكتر. في الناحية التانية بنشوف بادي وباقي الشلة الصايعة كانوا راكبين عربيتهم ومعاهم أزايز خمرة وبيروقوا على حالهم وهم ماشيين في طريق مقطوع. لاحظوا إن في عربية تانية ماشية وراهم وبدأت تضايقهم بالنور العالي. بادي وقف العربية وبص يشوف مين اللي بيستهبل ده بس النور كان قوي جدا لدرجة إنه مش شايف ملامح السواق ولا العربية. بادي بدأ يرجع لورا بغشومية فالعربية اللي وراه رجعت طلع لقدام هي كمان طلعت لقدام بنفس الطريقة بالظبط. في اللحظة دي بادي قلبه وقع في رجليه وفهم إن دي مش أي عربية دي كريستين وجاية تاخد حقها تالت ومتلت. بادي أول ما اتأكد إن دي كريستين ركبه خبطت في بعض وداس بنزين زي المجنون عشان يهرب وطار بالعربية لحد ما وصل لمحطة بنزين شغال فيها صاحبه ريتشي. نزل من العربية وهو بيترعش وماسك في إيده حتة حديد وقرر يواجه السواق اللي جوه كريستين ويخلص عليه بس هو ما كانش يعرف إنه بيواجه شيطان. وفجأة كريستين ظهرت من بعيد وبأقصى سرعة عندها دخلت دب في عربية بادي وهرستها. بادي قعد يصرخ ويقول لأرني انزل يا جبان واجهني راجل لراجل وهو فاكر إن أرني هو اللي سايق بس كريستين ما ردتش عليه ورجعت لورا ودخلت بكل قوتها في العربية تاني وزقتها لحد ما حشرتها جوه ورشة المحطة. دون واحد من الشلة كان لسه عند عربية بادي فكريستين ما سمتش عليه وهرسته هو والعربية في قلب الحيطة. وفي اللحظة دي بنزين العربية بدأ يسرب وفجأة حصل مس كهربائي والنار ولعت في المكان كله وفي ثواني المحطة انفجرت وفجرت معاها ريتشي اللي كان جوه الورشة ومات محروق. بادي لما شاف اصحابه بيموتوا والنار والعة في كل حتة طلع يجري في الشارع وهو مرعوب والدموع في عينه بس كريستين ما كانتش هتمشي وتسيبه. خرجت من وسط الانفجار وهي والعة نار. العربية كانت عبارة عن كتلة لهب ماشية على الأرض ومنظرها كان مرعب لدرجة تخلي الواحد يقطع الخلف. فضلت كريستين مطاردة بادي في الشوارع وهي محروقة لحد ما خبطته خبطة هرسته تحت عجلها. بادي مات واتحرق وبقى جثة متفحمة في نص الطريق وكده كريستين صفت حسابها مع الشلة كلها. بعد كذا ساعة ويل صاحب الجراج كان قاعد بالليل وسمع صوت عربية داخلة بص لقي كريستين راجعة بس حالتها كانت متدمرة خالص الدخان طالع منها والبوية محروقة والصاج مطبق. ويل استغرب جدا لأن أرني المفروض كان خارج يصلح عربية تانية خالص. ويل خد بندقيته وقرب من العربية وهو خايف حاول يفتح الباب بس لقي الصاج بيغلي من النار. جاب حتة قماش وفتح الباب وبص جوه العربية وهنا كانت الصدمة اللي وقفت قلبه. العربية كانت فاضية مفيش حد سايقها. ويل اتسمر مكانه وما بقاش فاهم ايه اللي بيحصل وقرر يركب جوه العربية عشان يشوف ايه الحكاية ودي كانت أغبى غلطة عملها في حياته. أول ما قعد على الكرسي الأبواب اتقفلت لوحدها والكرسي بدأ يتحرك لقدام بقوة جبارة ناحية تابلوه لحد ما حشر ويل وفعصه وموته في ثواني. كريستين قررت إنها ما تسيبش أي شاهد على جرايمها. الصبح طلع والجراج بقى مليان عربيات شرطة في كل حتة. المحقق جينكنز كان واقف هناك ووشه ما يتفسرش. أريني وصل ولقي جثة ويل صاحب الجراج بتتشال. أريني عمل نفسه عبيط وقعد يقول للمحقق أنا معرفش إيه اللي حصل ولا مين اللي موته بس من جواه كان متأكد إن دي كريستين وخصوصا لما لقاها واقفة في مكانها وبتلمع كأنها لسه خارجة من المصنع ومفيش فيها خدش. في الناحية التانية دينيس أخيرا خرج من المستشفى ورجع البيت ولقى ليه مستنياه ومنهارة تماما. ليه قالت له بدموعها يا دينيس العربية دي سحرت أريني وسيطرت عليه خالص وبقى بيتصرف بغرابة وبقى مهووس بيها بشكل مرعب. دينيس طمنها وقال لها أنا متأكد إن أريني قلبه طيب وما يعملش كده بس لو العربية دي هي اللي ممشياه يبقى لازم نخلص منها فورا. ليه روحت بيتها وبعد شوية أرني وصل لبيت دينيس وهو راكب كريستين. طلب من دينيس ينزل معاه عشان يلفوا شوية بالعربية ودينيس وافق عشان يحاول يفهم صاحبه فيه ايه. وهم ماشيين أرني بدأ يتكلم بطريقة غريبة ومخيفة وفجأة داس بنزين وجري بأقصى سرعة وشال ايده من على الدركسيون خالص. دينيس اترعب وقعد يقول له يا أرني امسك الدركسيون هنموت بس أرني رد
عليه وقال محدش يقدر يدخل بيني وبين كريستين، انا واثق فيها وهي واثقه فيا. وعشان يثبت جنونه دخل بالعربيه في وش العربيات اللي جايه في الطريق العكسي، وكانوا هيعملوا حادثه لولا ان كريستين هي اللي لفت لوحدها في اخر لحظه. دينيس فهم ان صاحبه ضاع رسميا. تاني يوم دينيس خد قراره، راح الجراج في السر وكتب ورقه لارني وحطها على الكبوت وقال له فيها قابلني هنا بالليل. وبدا دينيس يحضر الخطه هو وليه عشان ينهوا الكابوس ده. الليل جه ودينيس وليه كانوا مستنيين في الجراج، بس ارني اتاخر عليهم. دينيس قرر يستخدم البلدوزر اللي في الجراج عشان يهرس كريستين اول ما تظهر. الخطه كانت ان ليه تستخبى في المكتب، واول ما اريني يوصل تقفل الباب ودينيس يدخل بالبلدوزر ويخلص المهمه. ليه كانت رايحه للمكتب وهي مرعوبه، بس اللي ما كانوش يعرفوا ان كريستين كانت جوه الجراج اصلا ومستخبيه. فجاه العربيه ولعت كشافاتها القويه وهجمت على ليه عشان تهرسها تحت عجلها. ليه لقت العربيه الشيطانه جاي عليها بسرعه الصاروخ، وما كانش قدامها حل غير انها ترفع نفسها في كاوتش عربيه نقل كان متعلق في الهواء بسلاسل، ورفعت رجليها في اخر ثانيه قبل ما كريستين تلبس في الحيط تحتها. كريستين ما استسلمتش، رجعت لورا بغل عشان تهجم تاني. بس في اللحظه دي دينيس كان دور البلدوزر العملاق ووقف في وشها بالسكينه بتاعته عشان يحمي ليه. كريستين لفت وراحت الناحيه التانيه من الجراج، ودينيس لف وراها بالبلدوزر. وهنا كانت الصدمه، دينيس شاف ارني قاعد جوه العربيه بس ما كانش هو اللي سايق، العربيه هي اللي كانت ممشياه ومسيطره على اعصابه بالكامل. وفجاه كريستين بدات تعالج نفسها قدام عينيهم تاني. الصاج اللي اتطبق من خبطه الحيطه بدا يتفرد لوحده في ثواني. البلدوزر بتاع دينيس عطل فجاه وقعد يحاول يدوره وهو هيموت من الرعب، في الوقت اللي كريستين خدت فيه غيار وطلعت تجري باقصى سرعه ناحيه المكتب عشان تخلص على ليه للابد. العربيه دخلت دب في المكتب وكسرت كل حاجه، ومن قوه الخبطه اريني طار من الزجاج الامامي ووقع بره العربيه. ليه جريت تشوف اريني حصل له ايه. اريني قام فجاه وهو مخشب كانه زومبي وحاول يمسك ليه ويخنقها، بس الصدمه ان في حته ازاز كبيره كانت غارزه في بطنه وهو مش حاسس. ارني وهو بيموت حاول يزحف عشان يلمس كريستين حبيبته لاخر مره، بس جسمه ما كانش قادر ومات قدام العربيه اللي دمرت حياته. ليه طلعت تجري بعيد وكريستين اشتغلت لوحدها تاني وبدات ترجع لورا عشان تهرس ليه وتنتقم لارني، بس وهي بترجع خبطت في عمود خرسانه واتحشرت فيه. دينيس استغل الفرصه وكان البلدوزر دار اخيرا وراح هاجم على كريستين بكل قوه السكينه بتاعته. كريستين ما استسلمتش وفضلت تحاول تملص من تحت البلدوزر وتهجم على ليه تاني، بس دينيس رفع السكينه ونزل بيها فوق سقف كريستين فطبقها نصين. العربيه كانت بتطلع اصوات انين كانها بتنازع بس لسه فيها الروح وبتحاول تتصلح. دينيس قرر ينهي القصه دي للابد، طلع بالبلدوزر فوق كريستين وفضل يروح ويجي عليها لحد ما خلاها فطرت صاج تحت الجنازير بتاعته. كريستين كانت عماله تحاول تفرد الصاج بتاعها وهي تحت البلدوزر، بس من كتر التقل والهرس القوه اللي فيها بدات تضعف لحد ما سكتت تماما وما بقتش تتحرك. وصوت الموتور الشيطاني اللي كان بيرعب الكل وقف، وكأن الروح الشريره اللي فيها طلعت اخيرا مع اخر نفس لارني. وتاني يوم بنشوف مشهد هادي ومرعب في نفس الوقت. دينيس وليه واقفين في مكب الخرده ومعاهم المحقق جينكينز. المحقق كان بيبص على كتله الصاج اللي كانت في يوم من الايام عربيه حمراء فخمه، وقال لهم بوش خالي من التعبير خلاص الكابوس انتهى، دي دلوقتي مجرد حته حديد مصديه. بس استنوا الكاميرا بتبدا تقرب ببطء شديد وبنشوف حته صاج صغيره جدا من الشبكه الاماميه بدات تتحرك لوحدها. حته الحديد بدات تتفرد ببطء كانها بتاخد نفسها عشان ترجع تاني، وكأن الفيلم بيبعت رساله مرعبه لكل اللي بيشوفوه. كريستين ما بتموتش، كريستين مستنيه بس الوقت المناسب عشان ترجع وتنتقم من تاني. وبتنتهي قصتنا لحد هنا، لكن افلامنا وقصصنا ومسلسلاتنا لسه ما خلصتش. ملاحظاتكم قيمه جدا بالنسبه لي، ولو عايزين تشوفوا قصص وافلام مؤثره زي دي اعملوا لايك للفيديو ده واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان القصه اللي بعد كده توصل على شاشه موبايلاتكم على طول. شكرا للجميع.